أنا ياسمين. يلا بينا نبدأ الحدوتة. كان يا مكان في ولد اسمه يوسف عايش مع مامته في بيت جميل. يوسف كان بيحب المدرسة جداً وكان بيصحى بدري لوحده، يلبس هدومه بسرعة ويقول يلا يا ماما أنا جاهز. لكن فجأة كل ده اتغير. بقى كل يوم الصبح يتأخر في السرير ويقول يا ماما مش عايز أروح المدرسة النهاردة. مامته تستغرب وتسأله ليه يا حبيبي؟ في حاجة مضايقاك؟ يوسف يبص في الأرض ويقول لأ مفيش. ومع الأيام بقى يوسف ساكت أكتر وما بقاش يحكي زي زمان. حتى وهو راجع من المدرسة كان يدخل أوضته على طول. الحقيقة إن في ولد في الفصل كان بيضايق يوسف، ياخد منه حاجته ويخليه يتوتر. ويوسف كان بيحس بالزعل، بس كان بيقول لنفسه مش هحكي، يمكن الموضوع يخلص لوحده. لكن الموضوع مخلصش، ويوسف بقى مش طايق يروح المدرسة. في يوم رجع يوسف وزعلان جدا وقعد لوحده. مامته لاحظت وقربت منه بهدوء وقالت تعالى يا يوسف نقعد سوا شوية. قعدت جنبه ومسكت إيده وقالت أنا حاسة إن في حاجة مضايقاك، احكي لي يا حبيبي، أنا جنبك ومش هزعل منك. يوسف حاول يتماسك نفسه بس ما قدرش، ودموعه نزلت وقال في ولد في الفصل بيضايقني وبيخليني مش عايزة أروح المدرسة. مامته حضنته جامد وقالت ليه ما قلتليش من الأول؟ أنا هنا علشان أساعدك يا يوسف. يوسف قال بصوت واطي كنت فاكر إني لو سكت الموضوع هيخلص. مامته ابتسمت بحنان وقالت لا يا حبيبي، في حاجات لازم نحكيها عشان نعرف نحلها سوا. تاني يوم راحت مامته المدرسة واتكلمت مع المدرسة بهدوء. المدرسة اهتمت بالموضوع جدا وكلمت الولد وفهمته إن اللي بيعمله غلط ولازم يحترم زمايله. بعد كده الولد بطل يضايق يوسف، ويوسف بدأ يحس بالأمان تاني. رجع يلعب مع أصحابه ويركز في دروسه ويضحك زي زمان. وفي يوم الصبح يوسف صحى بدري لوحده ولبس هدومه وقال وهو مبسوط يلا يا ماما أنا جاهز للمدرسة. مامته ضحكت وقالت رجعت يوسف بتاع زمان. يوسف حضنها وقال أنا اتعلمت حاجة مهمة قوي، لازم نحكي كل حاجة لماما علشان هي اللي هتقدر تساعدنا ونفكر مع بعض. ومن ساعتها يوسف بقى يحكي لمامته كل حاجة بتحصل له سواء حلوة أو وحشة. وعاش يوسف مبسوط وما بقاش يخاف من أي حاجة لأنه عارف إن مامته دايماً جنبه. وانتوا كمان يا حلوين هتحكوا لماما على كل حاجة؟ تصبحوا على خير يا حلوين.